هذه لك الكلمة ونتفاعل معك، تفضل أخي. تفاعلا يعني مع أسئلة ديال المشاهدين والمشاهدات يعني الأوفياء لفريق الرجاء الرياضي. فبعد يعني صدور البرنامج ديال جولتين 27 28، ففريق الرجاء الرياضي سيواجه فريق نهضة بركانية يعني الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء برسم الجولة 27. اللقاءات كلها اللي بقات في الدوري الاحترافي غادي ياخذوها اللاعبين الرجاء بواحد الجديه، بواحد الكرينطا، بواحد الحماس. وراه تبعنا التصريح ديال السي محمد بودريقه يعني الاسبوع الماضي ورسالته للاعبين اللي قال لهم ودي هذه راه الرجاء والمرتبه اللي كنحتلوها حاليا لا تشرفكم انتم كلاعبين وما كتشرف كذلك النادي، وخصكم تقاتلوا وتلعبوا هذه اللقاءات كلهم وكانكم معنيون بالمنافسه على اللقب ديال الدوري او على مكانه افريقيه. من بعد يعني غتكون الجوله 28 الفريق ديال المولود ديال وجديه سيستضيف فريق الرجاء الرياضي، ودي كذلك قمه كرويه كبيره وكبيره بزاف، على اعتبار ان المولوديه كتلعب مصطفى وكتقاتل من اجل ضمان البقاء. لقاءات اللي غادي يكون حاضر فيهم المدرب الالماني جوزيف اللي تولى الاشراف على العارضه الفنيه للنسور يعني بالامس، وغادي يحاول يعني يستثمر هذه اللقاءات اللي بقاو هذا الموسم على مستوى الدوري الاحترافي ولا كذلك على مستوى كاس العرش باش يعني يرسم الخطوط العريضه ديال الفلسفه ديالو الكرويه اللي غيطبقها ابتداء من الموسم المقبل. لانك لما كتجيب مدرب جديد وكتجيب الطاقم ديالو فيستحيل انك تحكم عليهم في 5 المقابلات او في 4 المقابلات. هو حديث العهد بالدوري المغربي، ما كيعرفش اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي الحاليين، خصو شويه ديال الوقت كيتعرف على المجموعه. واعتقد هاد ال5 مقابلات يعني بحال اللي درتي واحد المعسكر مصطفى وكتوجد به للموسم المقبل. ما ننساوش كذلك بانه يعني العدد الكامل او المجموعه ديال فريق الرجاء الرياضي بالبطوله العربيه اكتملت. كاين يعني الرجاء الرياضي، شباب الوزداد الجزائري، الوحده الاماراتي، الكويتي. كتبقى الحظوظ ديال الرجاء وبالوزداد وافره جدا باش انهم يمشيوا للربع النهائي وينافسوا على اللقب. فيما يتعلق بالتونسي مندير الكبير وناس واخوه اللي كيسولوا حول المدرب والصيغه ديال فسخ العقد ديالو الى غير ذلك او لا واش كاين هنالك صلح، فيعني المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي كان واضح في البلاغ ديالو اللي كان وضع الحاله ديال المدير الكبير، وقال بان المدرب تملص من المسؤوليات ديالو وغاب على الحصص التدريبيه دون سابق انذار. كيحاولوا يتواصلوا معاه بناء على ما ورد في البلاغ. المدير عطى موقف ديالو، قال بانه بنى دورو، قال لك انا يعني عندي شهاده طبيه وشي اللي كيغيبني. الان كاين مساعي باش يحاولوا يلقاو شي صيغه اكيد ترضي الرجاء ما تضرهاش ماليا وترضي كذلك المدرب. الى اتفقوا فكيكون ذلك الودي افضل، ما اتفقوش راه الفيفا هي اللي كتاخذ القرار ديالها. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. لك الكلمه السي مصطفى. شوف حسناوي، انا كنظن بان الرجاء الرياضي عنده واحد العهد جديد مع مدرب جديد، وكنظن لا داعي فريق الرجاء الرياضي او المدرب ديالو ماشي للرضاعه ديال الفيفا، مع العلم ان الامور اللي كيتكلم عليها المسؤول ديال الرجاء الرياضي ان المدرب فهو من تملص المسؤوليه وما كانش كيحضر التدريب، فيما المدرب فهو عنده وكذلك انفيرسيون ديالو. اذا حسناوي كنظن بان من الاحسن المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي لان بعد ساعات قليله ربما او يوم غد ربما يكون اجتماع بين السي محمد بودريقه والمحامي ديال المدير الكبير باش يلقاو واحد الحل. حسناوي يكون الحل اللي هو توافقي بين المدرب ولا داعي لان هذا ربما يقدر يخلق لك بلوكاج وما تمش حتى لا فاليداسيون ديال المدرب الجديد. اذا خاص يكون واحد الحل اللي هو في واحد القريب لواحد الوقت اللي هو سريع. وكنظن ان بودريقه عنده استحتوى بكل من يعني الامكانيات كذلك والتجربه اللي راكمها باش يلقى واحد الحل ويدي مع المدرب المدير الكبير
وباش المدرب الجديد باش يعني يتم توثيق ديال او الموافقه عليه من طرف كذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وذلك يصبح مدرب رسمي. اذا هذا من جانب حسناوي. تكلمت عن المباريات اللي بقات فريق الرجاء الرياضي، صحيح هذه مباراه تحصيل حاصل. انا بالنسبه لي حسناوي صحيح غادي خص اللعابه يكون واحد الان، لان كاين واحد العهد جديد ومكتب جديد. هاد اللاعبين غادي يلعبوا كل ما الفوس في الجهاد ديالهم باش كل واحد يحافظ على المكانه ديالو داخل فريق الرجاء الرياضي، لان غيكون دابا غادي يكون واحد الصراع اللي هو قوي بين اللاعبين مع العلم بين اللاعبين باش يضمنوا المكانه ديالهم. اضافه انا اخي حسناوي كاين واحد الحاجه اللي خاصنا نتكلموا عليها، وهناك ربما عده لاعبين غادي يغادروا الرجاء الرياضي. كاين ربما واحد 5 ولا 6 ديال اللاعبين او اكثر ربما، سواء بانتهاء العقود ديالهم او سواء بالمردوديه ديالهم. اذا هناك غادي يكون خص لاعبين، خص المكتب المسير ديال فريق الرجاء الرياضي والثلاثه اللاعبين اللي تمت الاعاره ديالهم. على ما كنظن كاين بعض اللاعبين ربما يكونوا صالحين لفريق الرجاء الرياضي غيتم يعني الاسترجاع ديالهم، ولكن فريق الرجاء الرياضي كنعاودوا ونقولها حسناوي لا بغى يقلب على الالقاب، يعني خص يعني تدعيم هذه التشكيله بواحد 4 اللاعبين ولا 5 حسناوي. الو ايوا انا راه ساليت. يقول لي كما صحاب المداخله ديالك اخي مصطفى. لا شوف، اللاعبين اللي غيمشيو راه كنا ناقشنا يعني المساله وغتبان الطاقم التقني الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي، ولو انه مازال ما تمش يعني عليه بصفه رسميه. فيعني باتريك رحمن اللي عنده جنسيه سويسريه يعني يقدر يكون يعني مساعد الى جانب عبد الكريم الجناني. هذا بطبيعه الحال كما كنقول دائما في انتظار ان يتاكد يعني هذا الخبر. هو بالنسبه للوضعيه ديال السيموندير دابا الامور لما كتمشي للشق ديالها القانوني يعني كتبقى ننتظروا يعني لجنه النزاعات تقول الموقف ديالها، والا كان شي حل كما قلنا ديال المساعي ديال الصلح تكون افضل وكتبقى تمشي على هذا. كانت امور اخرى كيشتغل عليها المكتب القدام راه هضرنا عليها وديجا وبداو كيخدموا لا على مستوى تقويه التركيبه البشريه، وراه ديجا كاين اتصالات مع مجموعه من اللاعبين، لا على مجمع يعني تفعيل اللجان ديال الفريق اللي خصها تقوم بالدور ديالها، لان في المرحله السابقه يعني عاش الرجاء واحد المرحله ديال الفراغ على مستوى الهياكل على مستوى اللجان، وكذلك يعني اعاده الروح والحياه للاكاديميه اللي غابت بشكل كبير. ونقول الروح رجعت الاكاديميه بدايه من الجمع العام اللي تنعقد فيها. من بعد شاهدنا حتى الطريقه مصطفى اللي تقدم بها المدرب، يعني تقدمات يعني في الندوه الصحفيه في المقر ديال الاكاديميه وبواحد الطريقه اللي بكل صراحه تليق بالرجاء وبتاريخ الرجاء. وهكا خص الامور بقى تمشي. شتي ديك الصوره الجماعيه وفي المقر ديال النادي، هاد الاشياء كاين البعض كتبان ليها مصطفى عاديه، ولكن هاد الامور راه كتعطي قيمه للفرقه عوض ما انك تجي وتقدم مدرب بواحد الشكل بكل صراحه اللي ماشي هو هذاك. فيما يتعلق يعني بال اللاعب يسري بوزوق كيسولوا عليه الاخوان. يسري بوزوق مستمر مع فريق الرجاء الرياضي ولحدود اللحظه لا يعني لا نيه على ما اعتقد اللي عندي لا نيه لمسؤولي الرجاء انهم يعني يفوتوا هذا اللاعب لا للترجي ولا لفريق اخر، لان من العناصر اللي كتحظى بالثقه ديال المكتب الحالي لفريق الرجاء الرياضي بنظر لعطائه المتميز هذا الموسم، واللي كان بكل صراحه صفقه يعني جيده وتقاتل على عكس يعني المواطن ديالو رؤوف برغيت اللي ما لقاش الدات ديالو، ما عطاش بكل صراحه الاضافه المرجوه منه. بالنسبه للعقد ديال المدرب الجديد كيمتد لسنتين مع شروط واهداف اللي هي محدده في العقد المبرم مع الفريق. التتويج بالبطوله وكاس العرش في الموسم الاول، التتويج بعصبه ابطال افريقيا في الموسم الثاني. اذا هذه هي الشروط والاهداف وعقد ديال الاهداف مع المدرب ديال فريق الرجاء الرياضي والمكتب المسير الحالي لفريق الرجاء الرياضي. وحنا على العموم نتمناو ليه
يعني للدعم كل توفيق، نتمنوا ليه التوفيق باش ان شاء الله الرحمن الرحيم فريق الرجاء الرياضي كما قلت راه المكان ديالو ماشي الكاس الكاف، ولكن المكان ديالو فهي عصبه ابطال افريقيا، وكان اول فريق مغربي حسناوي اللي كان ربما في الجعبه ديالو 3 ديال الالقاب افريقيا. والان حسناوي خصو يشتغل باش يرجع يعني للقوه ديالو. اذا هذا بخصوص الرجاء، عندك شي دفع تفضل. راه ديجا سولناك على جاوبنا على مندير الكبير ومساله الصلح، ما متخاصمينش. الرجاء يعني كيشوفوا ان الفرقه ما يمكنش تبقى بلا مدرب هذه المرحله هذه، وما يمكنش ينتظروا يعني المدرب مندير كبير حتى يكون واجد ويسالي الامور ديالو ويتشافى ويتعافى غادي يرجع، لان الفرقه عندها استحقاقات. مندير راه شفتوا شنو كتب عنده، كيقول لك ازدي هو لا مريض وعنده شواهد طبيه، كل واحد الموقف ديالو. اعتقد الصلح كما قلت راهم غاديين في ان تم اذا هادشي اللي كاين اخويا مصطفى بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي. شنو سؤال شي